اه ده كمال. ايه يابا عامل ايه؟ الحمد لله. سيبك مني، انا عامل ايه؟ خير في ايه؟ ما قدرتش باللي حصل. لا والله ما دريت باللي حصل. حماده ابن عمك رجع بالسفر. حماده ابن عمي؟ اه الحمد لله على سلامته يابا. الحمد لله على سلامته. بس بقول لك حماده ابن عمك رجع يا ابني من الامارات، بقاله سنتين قاعد هناك ورجع يا ابني. طب يابا انا اعمل ايه؟ الحمد لله على سلامته. التهبل للدرجه دي؟ تعمل ايه؟ مش عارف تعمل ايه؟ خش وانا هفهمك تعمل ايه. بقول لك ابن عمك بقاله سنتين قاعد في الامارات ورجع، انا هفهمك تعمل ايه. سكلي اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ افهم يا دي عبيط، انت هتعيش كده حياتك كده هبل وتموت هبل؟ يالا في ايه؟ صحصح معايا كده. طب فهمني اعمل ايه طيب؟ بقول لك ابن عمك جه من الامارات وبقاله سنتين قاعد هناك وجاي محمل دلوقتي من خيرات ربنا. هلا تقول لي اعمل ايه؟ الحمد لله على سلامته، بس برضو اعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا هقول لك تعمل ايه. خليك ورا كلام ابوك وانت تكسب. انت دلوقتي هتطلع عليه وتخبط عليه وتسلم عليه، هيفتح لك الباب، تاخده في حضنك كده وتبوسه من هنا ومن هنا وتعيط على كتافه. فاكره من ايام زمان وكنتوا بتلعبوا سوا وانتوا صغار. واقعد معاه، اشرب معاه الشاي واتغدى معاه كمان. مش هيقول لا، ما هو كده كده الخير كتير. هو هيقول منين؟ وانت بعد ما ده كله تشرب شايك وتتغدى وانت جاي ماشي، قول له يا ابن عم انا عايز 10,000 جنيه سلف. 10,000 جنيه هعمل بيهم ايه يابا؟ هلا هيقول لي اعمل بيهم ايه؟ مالكش دعوه، هاتهم ليا انا وانا اللي هتصرف واعمل بيهم. يا عبيط، جاي محمل بقاله سنتين هناك وانت تسبك دلوقتي. كله دلوقتي هيبقى طمعان فيه. ابن خالته وابن عمته التانية وابن خاله التاني وابن عمه التاني. خليك انت في الاول كده سبك يا اهبل. هلا خلاص يابا ماشي، انا هقوم اغير واروح له. لا لا لا، تغير ايه؟ زي ما انت كده، زي ما انت على وضعك كده، واطلع عليه على طول حالا دلوقتي. يلا قوم. ماشي. روح ما تاخرش. لو عرفت تقول له على اكتر بقول له، يعني مش هيجرى حاجه، ما هو محمل. يا ابن عم. يا مرحبا يا ابن عم. وحشني. حبيبي كمان يا ابني، سلمت عليا 7 مرات حبيبي. على سلامتك. والله وحشني يا ابن عم. عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ اللي عامل ايه؟ الحمد لله على سلامتك، كده طمنا عليك. والله تمام الحمد لله. والله انت مش عارف انا فرحان قد ايه لما عرفت انك نزلت. انت اخويا يابا، مش لله ابن على عمي بس. سلامتك. فاكر لما كنا بنلعب سوا من زمان؟ يا لهوي ده انت تتنسي. ربنا كانت ايام زي يطمنا عليك. العسل. ربنا ما يحرمني منك يا رب. ابن عمي حبيبك الحمد لله على سلامتك. حبيبي يا ابن عم. هتشرب حاجه الاول؟ هما كده كده خلاص جهزوا الغدا. الغدا يا اولاد، هتشرب حاجه الاول ولا هنتغدى؟ لا هتغدى معاك بقى. طيب اخويا تحرمش حبيبي، منك والله أخويا. وحشني. وعم عامل ايه؟ كويس والله، بعت لك السلام. ربنا يديله الصحه. المهم بقى بعد الغدا انا كده هتغدى معاك. بعد طيب. الغدا كنت عايز 10,000 جنيه سلف لابن عمك. 10,000 جنيه؟ الحمد لله على سلامتك اهو. انت عارف ان انت اخويا، انت لحم ودمي. بس والله يا كمال انا مش عايزك تزعل لا انت ولا الحاج. اخوك في اخر ايام هناك ما كنتش لاقي شغل وصرفت اللي معايا. انت عارف انا ما كنتش لاقي فلوس انزل. ده العيال جنب هناك، العيال جدعان لموا من بعض عشان ينزلوني اجازه. راجع كفران يا اخويا، ما فيش فلوس ومش عارف اعمل ايه. والله ما عارف امشي بيتي ازاي اصلا. فانا مش عايزك تزعل مني لا انت ولا عم. انا لو معايا مش عايزهم عنك يا اخويا. تتدبر ان شاء الله، تتدبر. قول يا رب، قول يا رب. خلاص ماشي يا رب. بقول لك ايه، هتصحى؟ طب ما الغدا او لا؟ ايه ده يا عم؟ لا غدا ايه، اتغدى انت مع نفسك. لا هو انا مش وحشك ولا ايه؟ يا عم انت وحشني. امال ايه، يا ما هنا يا ما هناك، وبقالك سنتين مسافر وجاي محمل وفلوس والدنيا لا حول ولا قوه الا بالله. طب خلي الغريب يقول كده، ده انت ابن عمي لحم ودمي. ادي الله وده حكمته، هعمل ايه؟ مش بايدي. ولا اي حاجه. هتصحى اتغدى. رايح فين؟ هناكل لقمه مع لا بعض. اتغدى مع نفسك. بقول لك ايه، عمك بعت لك السلام. طب يا ابني اقعد في ايه يا ابني؟ يا ابني انا مش كنت وحشك ومسلم عليها 7 مرات يا ابني وعمال تبوسني من هنا ومن هنا؟ يا ابني في ايه؟ زعلت ليه يا ابني؟ غيرت وشك ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا كمال. ايه يابا؟ ايه يا ابني؟ قاعد كده. مستنيك يا ابني عشان الفلوس. فين الفلوس؟ هات. الفلوس يا ابن اخوك طلع معفن وجلده وبخيل. الله ما الله. ادانيش حاجه. ازاي يا ابني؟ هو يعني- ده اللي حصل. يعني ما ادكش حاجه؟ لا ما ادانيش حاجه، وقال لي مش معايا، وانا الدنيا كانت بايظه معايا هناك، واصحابي هم اللي نزلوني لموا لي فلوس ونزلوني من هناك. بس انا الكلام ده كله ما دخلش عليا. مش كنت عارف اللي هو عيل بخيل جو كده وعيل معفن، مع انه لابس جلابيه ما شاء الله وحاطط برفان والدنيا معاه رايقه. بس على فكره هو شكله عايز فلوسه ده كلها العيال خالته. هو ازاي؟ كده بقى انت حطيتنا في موقف مش عارف انت، يعني قلت لي اتصرف كده واعمل كده كده ليه؟ معلش يا ابني، وانا كنت ايه عرفني ان هو بخيل وجلده كده يا ابني؟ ايه عرفني ان هو يا ابني ما بقاش ابن اصول يا ابني؟ انا عرفني كده طلع عيل مش متربي بقى كده؟ طب معلش يا ابني، ادخل انت، ادخل ريح يا ابني. ادخل يا ابني. بقول لك ايه، وحسك عينك تعرفه في طريق. اوعى لو شفته في طريق ماشي ولا حاجه ترمي عليه السلام. ولو شفته بيتخانق مع اي حد ما تتعرضش له ولا تبص له خالص ولا لكش دعوه بيه خالص. بقى كده يا حماده؟ بقى كده يا ابن اخويا؟ الواد يجي لك على 10,000 جنيه تكسفه وتراجعه كده وتقول له معهوش؟
حاضر حاضر. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا وبركاته. عم، عامل ايه؟ ازيك يا حماده؟ الحمد أخبارك لله إيه؟ الحمد لله. يا رب دايما. تسلم تسلم. هو امال كمال فين؟ كمال في الشغل، في حاجه ولا ايه؟ ما رن عليه حاططني على الحظر، واول امبارح معدي عليا عيني في عينه وما رماش عليا السلام. هو كمال ابن عمي ماله فيه ايه؟ ماله في ايه؟ وبعدين صح تعالى هنا، انا بقالي شهر جاي من السفر، ما تسالش عليا. لا كنت تعبان شويه بس يا حماده. الله يعينك يا عم. تسلم. الله يعينك، انت عارف انا بحبك جد، انت مكان ابويا الله يرحمه. تسلم. لحمك ودمك. ما باين. ماله كمال متغير ليه؟ زعلان ليه؟ كمال متغير ليه؟ اه. ده انت بارد جو يا شيخ، يعني مش عارف كمال متغير ليه؟ بقى يا راجل، الواد يروح لك على البيت ويقعد معاك علشان يشوفك ويطمن عليك ويكلمك على 10,000 جنيه سلف وهيردهم لك تاني، هما ياكلهم عليك بتقول له ما معيش ليه؟ بتوديهم فين؟ ما انت مدكن على قلبك قد كده، بقالك سنتين في الامارات جاي محمل، بتعينهم فين؟ تعينهم تحت البلاطه ولا بتديهم لمين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واديله ليه يا عم؟ هو اجباري؟ هو شرط عليا؟ هو انا مجبر اديله ليه؟ تديله ليه؟ ابن عمك، لحمك ودمك يا اخي. لحم ودم. لحم ودم. استنى كده، حلوه الجمله دي. لحم ودمي، يبقى المفروض لما ابني يتعب يكون موجود معاه لحم ودم. لحم ودمي ده، انا كل ظرف عياله مر بيه هنا. كنت بكلم مراتي من هناك، مين اللي معاك تقول لي لوحدي بطولي. انا بنت رجلها اتكسرت مرتين، كان فين لحم ودمي؟ انا بره بقالي 4 سنين، عدى عليا بتاع 4 عيال او 5، كان فين لحم ودمي؟ ما دخلش على العيال قال لهم كل سنه وانتم طيبين. انت عارف ده، انت عارف المتغرب ده عياله بيبقوا عاملين زي اليتامى مستنيين دخلت حد عليهم. سالت عليهم يا لحم ودمي؟ سال عليهم ابن عمي لحم ودمي؟ الواد ابني عمل عمليتين ما كانش معاه لحم ودم. مراتي تعبت مرتين ما حدش وقف معاها من لحم ودمي. هما احنا بنبقى لحم ودم لما بنرجع من السفر بس؟ هو انتوا بتفتكروا ان احنا جرايبنا لما بتشوفونا شايلين شنط بس؟ حرام عليكم، ابوس ايديكم سيبونا في حالنا، احنا عيالنا عيانين، احنا قسما بالله بنقوم من نجرة بنقع في حتيره. حرام عليكم، تعالوا شوفونا واحنا مرميين هناك في الطل عشان خاطر بس المام. الله يبارك لك. لحم ودمي يبقى في ظهري، لحم ودمي. مراتي تكلمني تقول لي لحمك ودمك هنا. الله يبارك له، عمك بيسأل على عيالك وانت مش موجود. لكن انتوا بتفتكروا بس ان احنا جرايبكم ولحم ودم لما بنرجع من الغربة. بقول لك ايه، الله يكون في عونك يا كل واحد متغرب، قسما بالله الله يعينك. حواليك مليون بني ادم كلهم نفاق، كله عامل بحبك، بس انت ذكي، انت عارف من جواك ان هم بيضحكوا عليك. كله النهارده يا صاحبي مصلحتي مصلحتي. الله يعين كل واحد متغرب. قسما بالله المتغرب ده اتكتبت عليه لعنه ما هتسيبه طول عمره. الراجل اللي واخد شنطته وماشي سايب بيته وعياله ده يتحسد ليه؟ الراجل اللي سايب بيته وعياله الله اعلم بيهم هيعملوا ايه من بعد، ايه دنيتهم، هيعيشوا ازاي؟ ماشي بقول على الله. ده نحقد عليه ليه؟ ده يستاهل نحسده ولا المفروض ندعي له؟ اتقوا الله. الله يكون في عونك يا كل واحد مغترب، ما بتلاقيش جنبك مليون حبيب. قال لما بيكونوا عايزين قميص وبنطلون، عايزين حاجه من الشنطه او عايزين حاجه، بيتك ما بيبقاش عمران قوي غير لما بترجع من الغربه. الله يعينك، اتكتب عليك لعنه مش هتسيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.